هم يا جدعان اخواتي اللي وحشني، هم والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وحلقة جديدة. مش عارف، بقيت حاسس احساس كده، مش عايز اطلع اتكلم في اي موضوع والله إلا لما يبقى في مواضيع مثلا اتكلم فيها، او يبقى في ماتش، او يبقى في حدث للنادي الاهلي، او يبقى في حاجة الواحد يتكلم عنها. فبقيت شوية اديك شايف يعني ايه، مثلا ممكن نعمل حلقة بتبقى طويلة شوية، بس مثلا مدتها طويلة، لكن كل يومين كل 3 ايام. فالواحد والله النهارده انا طالع اقسم بالله العظيم عشان بس هي فعلا الناس وحشاني، وانت عارفين طبعا، ده اكيد طبعا يعني ده حاجه مهمه. لكن برضه انت عارف ان هو شغل يعني، فلازم برضه الواحد ايه، يعمل حلقات يعني ويتكلم فيها معاكم على حاجه هو بقى بنعملها كشغل طبعا، بس بنحبها جدا، وهي النادي الاهلي والكلام عن النادي الاهلي طبعا. نتكلم عنها النهارده، عندنا حلقه كده، عارف، حلقه اخباريه كده فيها حاجات تفاصيل كده نتكلم عنها. بس اهم حاجه عايز ابدا بيها هو قصه كان طبعا على هاني، وقصه البوست اللي كتبه الخضري، واتكلم على التدوير بين الشناوي وشوبير، رحيل اليو ديانج، التجديد لشوبير، وتفويض سيراميكا. لكن قبل ما ابدا في تفويض سيراميكا للاهلي يعني، وغياب 11 لاعب وبتاع، لكن قبل ما اتكلم على كل ده يا جماعه، لازم نتكلم على حته التركيز على الدوري اللي هو عنوان حلقتي. عايزين شويه رجوله. دوري راجع، دوري راجع بعد فتره التوقف الدولي اللي كانت مثمره جدا للمنتخب المصري. استفدنا منها واستفدنا من التجارب وكده، وطبعا في ناس زعلانه مني من اخر حلقه وبتقول لي انا مش معاك في الحلقه دي، ان احنا لعبنا ماتش حلو. الحلو في الكوره، الحلو بالنسبه لكل واحد مختلف. عمر ما يكون الحلو اللي عندي هو اللي عندك. ومش شرط عشان انا قلت لك رايي يبقى انت ما اتفرجتش على ماتش او اتفرجت على ماتش تاني. والله بقعد اتفرج على الماتش، لان انا يمكن اكتر انسان في الدنيا ممكن اركز وماتش شغال، لان انا بكتب تفاصيل وكمان انا هطلع اقوله للناس. فانا كمان بكتب ورقه وقلم، وابقى كاتب نقط معينه في المباراه، والباقي طبعا بيبقى ارتجال مني يعني. لكن في نقط معينه ببقى كاتبها اللي هي تخص كره القدم. فمنتخب مصر استفاد طبعا اكيد، لكن انا وجهه نظري استفاده المنتخب، او انا شخصيا فكري هو فكر احمر، فكر اهلاوي، فكر بطوله، فكر انتاج. فكر انتاج مش فكر لحظي. احنا ادينا قدام بطل العالم، اول العالم، خليناهم المركز الثاني، قدام مش عارف، احنا ادينا ماتش دفاعي جميل، رجوله. على فكره قلته في الحلقه، رجوله واداء ده منتخب مصر يعني بنيجي الاهلي، ورجوله واداء، ولاعيبه منضبطه، ولاعيبه بتسمع الكلام، ولاعيبه ملتزمه، ولاعيبه بتعرف تجيب الكوره، ولاعيبه بتستحوذ. لكن انت شكل الهجومي اللي كان عندي عليه علامات استفهام، الشكل اللي بيكسب بقى، مش الشكل اللي انت تطلع مأمن بيه وتوصل لافضل المراحل. دي المفروض مش منتخب مصر. دولة عريقة أولا كدولة قديمة، وفي كرة القدم طبعا حدث ولا حرج، ما علينا يعني. وخلصنا فترة التوقف الدولي، نيجي بقى للأهلي وعودة النادي الأهلي والدوري والست ماتشات الحاسمة. طبعا يعني الكلام اتقال كتير، والزعل اتعمل، واللي زعل زعل، واللي مش واثق مش واثق، والناس كده كده بتهدى. الواحد في حياته أصلا ملخوم بمليون حوار، تراب اللي بيحصل في الجو، ولا مش عارف ايه، ولا اللي مش عارف اللي بيحصل هنا، ولا مش عارف هنقفل امتى، ولا فالناس اصلا ملخومه يا عيني بحياتها وباكل عيشها اصلا، وبالتزاماتها وببيوتها وكل حاجه. انا فاهم، حتى الشاب ملتزم بجامعته وعنده يعني، كل واحد دماغه اصلا فيها حاجات تانية. لكن لما بنتجمع على الكوره بقى، بنبقى عايزين شويه شويه راحه بال بقى. الاهلي الفتره اللي الناس طبعا مع المنتخب اتسحلنا شويه ونسينا، ما نسيناش الفرقه طبعا، بالعكس ده احنا عجبني جدا اصلا المقارنه بين لعيبه الاهلي في المنتخب والفتره اللي فاتت، لما كل الناس اتكلمت في موضوع، عجبني جدا المقارنه اللي ظاهره. اه طبعا، اه طبعا، انا ببص مع منتخب مصر، ببص من اصل دي ماتشات وديه، فببص برضه لمصلحه الاهلي. اه يا جماعه، طبعا كويس ان الناس ربطت اداء لعيبه المنتخب في المنتخب وربطته بالاهلي. على الرغم من انك لو جيت بصيت لماتش السعوديه، انا ابتديت تتاكد، هو مش هقول لك مش مقياس، لكن احنا كنا بنواجه منتخبات اسهل من كده، ونبقى ادائنا قدامهم وحش. ناس كتير برضه تتكلم على، انا ما اتكلمش عليه في الحلقه اللي فاتت بتاعت اسبانيا، لكن في ناس اتكلمت قالت لك ان منتخب مصر من غير صلاح افضل وبتاع. كل ده برضه انا مقتنع تماما بيه، ان الملعب تحس انه مستريح اكتر، لكن برضه شكلك الهجومي هو يعني صلاح مثلا مش غاب، فاحنا ادائنا الهجومي بقى سكسي الا في ماتش السعوديه. السعوديه كان ماتش حاله، وماتش انت كنت اللعبه بتسمع الكلام فيه، اللعبه طايره، واللعبه بتروح، واللعبه بتوصل وبنضيع والكلام ده. برضه في لعبه برضه رجع للاهلي، في لعبه في منتخب مصر من لعيبه النادي الاهلي برضه يا جماعه، ادائها بالنسبه لي مش مطمئن. مش مطمئن عموما بشكل عام، لكن لينا لمحات، لينا كوره، لينا كورتين، لينا تقييم بيبقى عالي في المباراه دي. انما انا بيفرق معايا حته الاستمراريه. ونرجع لفكره عامه، الاستمراريه، انت اديت مع منتخب مصر كويس، فالمقارنه دي زي ما قلت لك عجبتني. انا بقى راجع للنادي الاهلي، هتفرج عليكم يا جماعه. لتنا كتير، لتنا كتير يعني اتكلمنا كتير قوي على الاهلي، واتكلمنا كله اتكلم، وكله طلع اللي جواه، واللي دافع دافع، واللي هاجم هاجم، واللي كان بيدافع بقى يهاجم عادي،
واللي اتقلب على بعض يعني. خلاص بقى ان احنا زهقنا يعني. انتوا سامعيني بقى يا لعيبه الاهلي بجد والله في الست ماتشات دول؟ ما اصل انا مش هخرج بموسم صفري. يعني انا مش هخرج بموسم صفري وهتقبله. اصل بص خلي بالك، بعد كميه الاجتماعات دي هننزل نكسب سيراميكا ونلعب كوره. ما تقوليش ما تلعبش كوره، اصل دلوقتي المهم الثلاث نقط عندك. والله الكلام ده في سيستمك ماشيه. اسلام انا مش مهم، المهم ان انا اخد الثلاث. والله ما هتاخد ثلاث نقط باداء وحش، وسيبك من اداء وحش. والله ما هتاخد ثلاث نقط ومفيش عرق واجتهاد ورجوله يا ابني، ومراعاه لاكل العيش وروح. فما تقوليش ما اصل احنا المهم الفتره اللي جايه ان احنا ناخد الثلاث نقط. مش هتاخد ثلاث نقط من غير اداء، مش هتاخد ثلاث نقط من غير روح، مش هتاخد ثلاث نقط من غير عدم طاعه للمدرب. الفتره اللي فاتت انت من وجهه نظرك، عشان بس جاي الناس اللي عماله تقول لي ادعم ومش ادعم ولازم ندعم الفتره دي حتى لو ايه، انتوا اصلا انت ناس ما بتدعموش. اما كل يوم تطلعوا لي اخبار وبن شرقي ماشي وده ماشي وديانج مشي وجايبين متى مجاسه والاهلي كده هيبقى الموضوع كله نجاح. ما مش هتفضل كل شويه تطلعوا الاخبار دي. اول ما يخلصوا رطشه اخبار اللعيبه مشيت واللعيبه جت وبوستات لعيبه مشيت وبوستات لعيبه جت، يقوموا كاتبين لي بص يقولوا لي ايه؟ ادعم. يا عم كتب يا عم ادعم انت يا عم، بدل ما انت عمالين تطلع اخبار ده وقت ما ده حد جاي وحد رايح وحد ماشي. اه يعني يا جماعه بس يعني اللي بيتعامل مع والناس دي بتتعامل مع الميديا، يعني الناس في الميديا مش فاهمه، فالناس شوافه وكبيره. بعد بقى كل اللي حصل ده، هل انتوا مستعدين للست ماتشات بجد؟ يعني في لاعيبه للنادي الاهلي هتنزل بكميه النقد وكميه الرزع وكميه الغلط وكميه النقد الحاد والنقد الثابت والنقد الاتنان، وانتقدنا بكل ايام الاسبوع وانتقدنا كل الناس في النادي، لدرجه ان الناس المواليه للنادي والداعمين للنادي فقط اللي ما عندهمش مش هنعرف نقول اللي هو الدفاع فقط، ابتدوا يهاجموا اللعيبه ولبسوا اللعيبه الموضوع صح. وقلت لك الهرم بتاعنا معروف، غير الهرم بتاعنا اللي عندنا في الجيزه على كوبري ترسا تشوفه احلى. ايه قلت لك ايه؟ قلت لك انت لما تحمل حمل اللعيبه ثم حمل الاداره ثم حمل المدرب، لكن ما تحملش المدرب اول واحد ولا الاداره اول واحد. في لعيبه بتلعب في الملعب وتاخد فلوس مقابل الكلام ده، ايا كان اللي حواليهم الدوشه. والنادي الاهلي اصلا مستقر دايما حتى لو الفتره دي مؤخرا والفلوس اللي زادت. الاهلي عنده حاجه اسمها في لاعب وفي روح، وفي روح وفي لعبه تخاف على الاهلي. بعد بقى الاجتماعات اللي حصلت دي، هم سؤالين للعيبه وليك. هل دلوقتي انت كراجل بتتفرج عليا دلوقتي، انت شايف ان في تغيير حصل يكسبنا الدوري؟ تغيير ملموس، تغيير على ارض الواقع، تغيير جهاز فني. ما حصلش كل الدعم، خلاص كل الدعم مش ليه، كل الدعم للاهلي ولا كل الدعم للاعيبه ولا كل الدعم ليكوا كاداره. كل الدعم للنادي الاهلي والله ما البني ادم. لان انا ما بشوفش الا اخطاء من الثلاثه، سواء اداره او لعيبه او جهاز فني، بالدرجات المتفاوته. فما تقوليش كل الدعم لا كل الدعم للمدرب. بس المدرب ده لعيبه ما بتسمعش كلامه. فاحنا راجعين في لعيبه هتسمع كلام مدربها زي ما كنتوا مرعوبين من حسام حسن، عشان ما نجيش نلومكم ونقول لكم الكلام ده لما يحصل حاجه. خلينا انا يا سيدي نظرتي تشاؤميه. عارف ليه؟ لان الدلع مع الجيل ده وجو الدعم، وانتوا كل الدعم والرجاله وتاخدوا الدوري والحفل. كابتن سيد النهارده عزم اللعيبه على مش عارف اكل، جاب شركه تسرفز وياكلوا وعشان يلموا الشمل. لم الشمل بقى بربع طرب. ماشي يا عم، انا موافق بكل ده. لكن انت بقى كلاعب هتنزل تقدم لي ايه؟ ما انا بقى ده اللي مستنيه منك. مع حسام حسن كنت قلقان ومنضبط. يا سيدي هي دي امكانياتنا، حاضر، بس انت شفت مع اللعبه مع المنتخب عامله ازاي؟ الانضباط، اللي بيدافع لازم يدافع، اللي بيطلع كرة من لازم يظبطها وتبقى صح. التقييمات بتاعتهم كانت عاليه جدا في سوفا و365 وكل المحللين. قعدنا وفرشنا وقلنا وهو ده اللي خلاص هي دي لعبه المنتخب الرجاله. انتوا اللي انا شفته ده يا جماعه اصلا مع منتخب مصر من اللعيبه ده قله قيمه في حقي انا، ما تزعلش مني. انت عندي ما بتلعبش كده ليه؟ لان اتقالت مليون مره. انت مين بيخاف من مين؟ ده كان عنوان حلقه. مين بيخاف من مين جوه؟ فانت ما بتخافش من حد يا اسطى. عندي انا ما بتخافش من حد. والخوف مش خصم، الخوف شخصيه. الخوف حتى يا سيدي مش توبيخ وانزل وبتاع وعلاقات قريبه من لا. اللي بيني وبينك يا معلم شغل. اللي بيني وبينك الملعب، اللي بيني وبينك هو ده وش قبلكاش، اللي بيني وبينك انضباط وهتسمع الكلام. اللعيبه دي كلها بتلعب كويس والتزمت وانضبطت وتسمع الكلام، لان كله خايف ما يسافرش على كاس العالم. كاس عالم يا ابويا، في سي في برضه. اصل في لاعب الكوره لعبت كاس عالم. يعني يا بخته حسام حسن، ربنا ان شاء الله يكرمه ويسافر امريكا ويوصل بالسلامه باذن الله، يا بخته.
لاعب كاس عالم ومدرب في كاس العالم، وهتلاقي في ناس عاملاها طبعا، بس هتلاقيهم قلائل في العالم اللي دربوا ولعبوا كاس عالم. فاللعيبه دلوقتي خايفه، انا عايز اروح المنتخب، ففي زي ما قلت لك في ايه، في تارجت، لكن مش تارجت مادي مع المنتخب، ولا تارجت مثلا اي، هو التارجت الاساسي اللعب في كاس العالم، فتشاف، فتصيد، فالسي في بتاعي يبقى فيه كاس عالم، فسافر امريكا كمان، السفريه هتفرق، هتفرق ان هو البلد نفسها، انا عارف بقول لك ايه، يفرق كل ده مع اللعيبه في حاجات كتيره، فعشان كده مركزين، غير شخصيه حسام حسن وابراهيم حسن اللي عمرهم ما يسمحوا بالدلع وبيطلعوا من لعيبه المنتخب عشان بتقول افيهات، وانا نيجيري ما بيشمهاش الا لما يعتذر، لاعب ده مش عارف يعمل ايه فيقوم طاير، فحسام حسن ممشيها ايه، انا كده اللي ما بحبوش هاخده، واللي بحبه هاخده، واللي هيعتذر هاخده، واللي مش هيعتذر هاخده، واللي يرمي افيه مش هاخده، فمشيها ايه بمزاجه، ففي راجل كله خايف على مكانه، انما انا عندي ترب بيلعب كل لعيبه بقى، حلو وحش، بترمي ازازه، بتشرب من الازازه، بتشرب من الكوبايه، بتشرب من بوز الكولر، اشرب من اللي تشرب منه، هتلعب اعمل اللي تعمله، هتلعب، ما تسافرش معايا واتصل بيك ما تردش، هترجع تلعب، ده غلط، مش على ده شو كم من الناس، هم عشان ما تقولش انت بتتكلم في حاجات قديمه، لا يا جماعه ده الجديد كله، والله العظيم ده الجديد يا جماعه، اللعيبه دي الدعم يجي ليها، هم دلوقتي بيطالبونا كل الدعم، انا مش داعم ولا واحد فيكم يا اسلام اللي بتقولوا ده، والله يعني كل الدعم للعيبه اسلام، كل الدعم للاهلي يا اسلام، كل الدعم للمجلس، كل الدعم للاهلي يا اسلام، ما هو الاهلي ممثل في اللعيبه، كل الدعم للاهلي، ما بدعمش لاعب الا لو هو اثبت يوم ماتش سيراميكا اللي لسه هنجيله على التفويت، اللي سيراميكا هيفوت لنا المباراه طبعا، خلاص رسمي يا جماعه يفوت لنا، باينه، معلش انا في حاجات ما كنتش عايز اعترف بيها، بس هو خلاص هيفوت لنا رسمي، انا معايا خبر كمان حصري ان سيراميكا رسمي هيفوت، كله بالمستندات مش بالكلام الفاضي يعني. ف انت نازل تلعب كوره بقى الايام اللي جايه، ولا نازل ايه؟ نازل خايف من حد وعايز تلعب، ولا انا المفروض ان انا ادعمك وانت مخرجني من بطولتين ولا 3 بطولات الموسم ده، فانا المفروض ادعمك على ايه؟ ادعمك لما اشوف منك يوم ماتش سيراميكا بقى حس بينا، عايزين شويه رجوله، بنلعب على بطوله مش هتتدلع هنا خالص الا لو كويس، دعمنا فتره قبل ماتش الترجي، قلنا خلاص فتره حساسه فهندعم، يلا يا عم وشدوا حيلكم، فعلا كانوا قدوا ماتش الترجي الاولاني من وجهه نظري عجبني، فوقفنا قلنا دي في بركه امل هنقف، هلاقيك بتتمرقع ونفس المرقعه دي، هنطلع على نفس الجمل، هتطلع عليكم الافيه والضحك والهزار اللي في اطار الكوره اللي انتوا بتزعلوا منه وبتشتكوا منه وبتتصلوا عليه، اللي الاداره بتزعل منه، ومش هنعمل وهنسوي، ما لا هنقلق، هتقفل، هنرجع، هتعمل، هنرجع، لان احنا بنحب النادي الاهلي، وكلها على الله، محدش عارف يعمل لنا حاجه الا بامر الله، اي شيء بيحصل من بامر الله. فبعد اذنكم يا جماعه، عشان نتفادى الصداع وجع الدماغ من الكل، اللي اللوم بيجي على الجمهور في النهايه، بعد اذنكم استرجلوا في ماتش سيراميكا وماتش سموحه، انت بعد كده تقعد فتره تلعب 27 مع بيراميدز، هتدخل ماتش بيراميدز وانت مستعد قوي، فبعد اذنكم رجالوا والعبوا كوره واسمعوا كلام المدرب، اللي انا مش عارف ازاي، انا بقول لك مفيش موقف حصل قدامي اقول ان الفرقه دي ايه هتكسب الدوري، الا عشان احنا اهلاويه ودايما عندنا ثقه في النادي، ان النادي ده فيه حاجه بتحصل كده، ما بنرميش المنديل احنا كجمهور الاهلي، انا مش واثق في حد، قال لما تنزل الملعب وتبين لي التزام وانضباط، انك لازم تسمع كلام مدربك حتى لو هو ماشي يا عم، ما عيب اني اقول كده، بس يا عم ما تسمعش كلامه، عيب اللي هقوله ده، بس ما ينفعش ما تسمعش، بس ما تسمعش كلامه يا عم، انت العب راجل، انتوا العبوا، كل واحد عارف مكانه يلعب، اما الكره تبقى في رجله بصيها صح دي مش عايزه ترم، اما سدد اسدد صح دي مش عايزه ترم، اما اتحرك وابقى سريع وارجع اضغط وارتب نفسي في الدفاع دي مش محتاجه ترم، محتاجه ان احنا نكلم بعض، ان انا ارفع عرضيه صح دي مش محتاجه، ان انا ارقص ترقيص صح دي مش محتاجه، ان انا ابقى عندي حميه وعندي روح دي مش محتاجه، طبعا محتاجه مدير فني يقول لهم بس انت تلعب بتتقاضى على ده، انت بتتقاضى مرتب على ده، ماليش دعوه بترب، ماليش دعوه بالاداره دلوقتي، لا دعوه بيك انت كلاعب، العبوا عشان الناس اللي انتوا بترجعوا تزعلوا منهم، ومفروض تدعمونا، ومفروض تبقوا ورانا، ومفروض تبقى، والله ما هنبقى في دار حد الا لو اثبتت لي ان انا هو انا كويس، هو بلعب بروح، ما بتمنظرش وما بعملش شو، وما بلعبش بشو، وافضل اللي قلت لكم عليها وزعلتوا مني وشتمتوني، وما كانش قصدي والله حاجه وقتها على كره امام عاشور لما قلنا برضه معلش، اما جري وعمل كده في اخر دقيقه، قلت لكم يا جماعه هو راجل وكده، بس مش في اخر دقيقه جاي تعمل لي كده، اتزعل مننا، حقك عليا يا عم، استرجلوا عشان ما حدش ينتقدكم، العبوا بقى، ما ينفعش اطلع بموسم صفري والله، ما عشان انتوا لعيبه اغنياء ولا ارقام كبيره، لا خالص، ما ينفعش النادي الاهلي يطلع بموسم صفري حتى لو انا ما
بجيل 2001 و2002 و2003 الاساطير دول اصلا، يعني اللي كنا بنقول عليهم جيل احلال وتجديد. ما ينفعش اطلع بموسم صفر يا جماعه، ما ينفعش. استرجلوا كده والعبوا عندكم ماتشين مهمين، سيراميكا وسموحه لازم تكسبوهم باقناع عشان اطمن عليكم ماتش بيراميدز والزمالك. صح صح، اعتقد انه صح، واتمنى الناس تشوف، او اتمنى الناس اشوف الناس مؤيده ليا في كلامي ده ولا لا. والدلع انا ما بدلعش، ان انا اعتقد ان انتم متدلعين كفايه من الميديا اللي بتقول لنا ركزوا. طالع من طبعا الناس اللي هي المواليه بس، اللي هي دفاع عمياني. ركزوا يا جماعه ولازم ندعم الفرقه يا سيدي، ولازم بطل بس كلام على الحصريات والصفقات ومين راح ومين جه، والاخبار اللي بتجيبوها من جوه النادي واللي مش عارف ايه، عشان بس احنا نقدر ندعم. ما يبقاش اول ما انت تقوم عامل طلع وكنت تخيل تقول لي ادعم، ادعم انت واقطم بقى ونقفل شويه على ال 100 صفقه اللي جايه، ولا على ال 100 لاعب اللي راحوا، ولا على على الحاجات اللي من جوه النادي. وفي الاخر انت مطالبني ان انا ادعم. ادعم انت، مالكش دعوه بيها، ما حدش يوجه حد. يعني يبقى بعد اذنك عشان واحد الموسم ده اصلا هو قافل يعني. التفويت لسيراميكا. سيراميكا هيفوت لنا يا جماعه. انت كان معايا حاجه حصري ولا حصري ولا نيله اي كلام؟ انا بقول لك كده عشان تفهم، تفضل قاعد معايا بقيه الحلقه لو بتحبني يعني. المهم سيراميكا هيفوت لنا. طلع طبعا هي جيم، هو جيم ان احنا عملناه لما سمعنا تصريح الشريعي. بس تصريح الشريعي ده تصريح حقنا، معلش بهرش في رجلي تحت. ف تصريح الشريعي ده طلع واحد قال انا مش هاممني ماتش الزمالك ومش هاممني نكون كده، ما نعرفش بقى بينيم ولا مش نايم، مش قاعدين نخمن ونعرف مين هيقول ايه في جواه ايه. احنا لسه سمعنا تصريح من واحد بيقول لك انا مش هاممني كذا كذا، وعنده ماتش كمان كام يوم مع نادي الزمالك، فقلقنا. انما هم الزمالكاويه مطلعين ان احنا سيراميكا هيفوت لنا عشان قصه سيراميكا. المشكله بقى اجمل حاجه ان هم بيقولوا سيراميكا بس في الدوري اللي هيفوت لنا. انت بيراميدز انتوا الاثنين بتلعبوا مع بعض بسهوكه. الاسماعيلي تاريخ بقى، وانت بتتكلمش على الاسماعيلي دلوقتي وسايبه يا عيني، مع انه ابن العم اللي كان بيفوت لك. وشفنا ماتش سيد عبد النعيم بقى، شفنا الكاميرا في الملعب بالليل. والله يا جماعه بنشجع من زمان، والله مش ما بنقولش من 98 واحنا بنشجع من 2007، لا بنشجع من 98 سنه 98. فبنتفرج على الكاميرا في الملعب، فعارفين يوم سيد عبد النعيم ده ولعيبه الاسماعيلي تسمع في الراديو وسايبين الدنيا بسيوني بقى وعمرو فهيم والليله الجميله واللعيبه السابقين اللي قالوا الكلام ده. مش عايزين نعيد الموضوع ده. المهم ان هم بيقولوا في سيراميكا طلع ان في 11 لاعب غايب عن النادي الاهلي، منهم السوليه اللي هو واخد انذار تاني قبل ما يعرف القرعه. يعني هو قبل ما يعرف القرعه اصلا ان هو سيراميكا يبقى مع الاهلي اول ماتش كان السوليه موقوف، بس ما علينا. اسلام عيسى اتصاب مع المنتخب قدام عينينا، بس هو مفوت لنا 11 لاعب. 11 لاعب غابوا، فبالتالي كده سيراميكا هيفوت لنا الماتش. يا عم عادي، ما يفوتوا يا اسطى. انت زعلان ليه يا اسطى؟ ما انت السنه اللي فاتت بيراميدز كان عايز ياخد الدوري، انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ صدرت الحته ام خمسه، صدرت ودانك وقلت لا عادي يا جماعه والماتش نلعب بالراحه واحنا كده كده مش هننافس، والاهلي كمان طالع من قدامنا وفي قصه. لعبت قدام البيراميدز اللي انت بتحط عليه 24 ساعه، عادي كسب. ده لو انا الذاكره حاضره كسب والدنيا عشان يعدي، عشان الدنيا تبقى سهله بقى. الزمالك بقى المنافسه ايه؟ يلا سيبنا نكسب بقى. واضحه وباينه وشفنا المباراه، ما تمثلوش علينا وبنفهم كوره وعارفين مين الفرقه بتبقى نازله متدلعه ومين الفرقه بتلعب قدامي بغله. اصل انت عايز الفرقه اسلام تنزل تلعب قدامك باستهتار يعني. لا يا سكره، لا يا سكره يا لذيذ، لا يا لزه. انت عايز، انت غريب قوي. هو انت عايز الفرقه تلعب قدامك بطريان، ما تلعبش بغل؟ لا يا كوتو، لا يا توتو. عايز الفرقه تلعب قدامي زي ما بتلعب قدامك، تبقى سهله كده. ايوه. او لو الفرقه تلعب قدامي بغل انا موافق، احب الغل قوي، بس قدامك تلعب بنفس الغل. اه الاسماعيلي ليه ما بيطالبكش تيجي مش عارف الاسماعيليه، ولا ما بيطالبكش تلعب بقوه مش عارف؟ تقول لي انا بروح، وانا والله نفسي اروح زيك، بس الموضوع ما بيبقاش جيت اوقات كنت بتلعب مثلا المصري في البرج العربي، ما بتروحش تلعب مش عارف ليه، عشان انت ممنوع انك، لكن لازم هي الاهلي. يلا نقول على الاهلي، فهم يبقوا معاك ان احنا هو الاهلي ده هو اللي عنده المؤامره وعنده اللي هو مش عايز يجي وخايف والكلام ده. وانت الدنيا بتبقى بلاش يا سيدي. استقطاب الحكام الاجانب اللي احنا طلبناه لماتش الزمالك وبيراميدز، يا اسطى مش المنظومه اللي احنا بنطلب حكام اجانب عشان ما حكام ما يحكمولناش؟ انت ليه ما بتطلبش حكام في ماتش بيراميدز؟ كل الكلام ده بيتشاف انه عادي. والله العظيم انا يا جماعه اقول لك والله برد عليه، لكن لا يعنيني. لان بشوف الناس اللي بتتكلم في الكلام ده خلاص بقى المواضيع دي بقت تافهه وبتاع. بس انا بحب ايه؟ اقول لك رايي انا كاهلاوي. انا ما أنا يا جماعه ما عادي، ما يفوت لي، ما تفوت لي يا جماعه. ما انتوا يعني الدنيا ماشيه كلها صح مثلا. بس انت اتحاد الكوره بيجاملك يا اسلام، وانت اتحاد الكوره بيجاملك. انت الرابطه بتجاملك وبتجاملك، بتاجل لك وبتاجل لك. اسلام انت تاريخك مش عارف ايه، مع انت هو بقى. انت اتجاملت في افريقيا وانت اتجاملت في افريقيا. اسلام انت مش عارف انت اي حاجه، هو انت فيك اللي فيا فيك، فعادي هتطلع فيا عيب اطلع فيك سته. فالسيراميكا هيفوت لنا.
ما يفوت لنا يا جماعه. الاهلاويه بقى بقوا طالعين، الاهلاويه اللي بقوا عايشين على نظيف، في اهلاويه كتير قوي 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 خلاص هم ستاندر واحد. المؤامره خلاص، تعدينا رسمي من الزمالك المؤامره اهو. ابتدوا يقولوا، ابتدوا يعيدوا، ابتدوا يعملوا عشان يضربوا اسفين في مش عارف إيه. يا عم طر دماغك، الاهلي لو عرف ياخد حاجه تفوته من سيراميكا شكرا يا سيراميكا. لو عرفنا ناخد حاجه من اي نادي تاني حبيبنا هنعمل كده، لان انا بشوف الزمالك حبايبه كتير اللي ما بيحبوش الاهلي. فلا عادي، مش فارقه معايا يا جماعه، حتى لو سيراميكا فعلا نازل بيعمل الموضوع ده متعمد ان هو كده، فشكرا لكل الناس هناك، تحياتي ليكم. اسامه خليل طلع رمانا بوست اللي كان في النادي الاهلي، ها، رمانا بوست او عنوان اول هديه للخطيب 3 نقاط في اول مباراه. ولا يعنيني، موافق والله، الحاجات دي كانت زمان تغيظني وبتاع، ولا يشغلني، يا ريت يا ريت. عارف ليه؟ لان هم الناس دي مش هيتكلموا، فانا بقى خلاص بقى اكلم حد هيبتدي يدلس وهيبتدي يقول حقائق مش حقيقيه، مش هرد عليه. مش استاذ اسامه خليل، اي حد بيتكلم بلهجه انك ما بتشوفش نفسك وما بتشمش نفسك تقول لي اف. انت مش شامم نفسك يا اسطى، ما ينفعش تقول لي اف وانت شم نفسك الاول. انت مش واخد دش من العيد ده، العيد ده قريب، انت مش واخد دش من العيد الكبير بتاع السنه اللي فاتت، فتيجي تقول لي انا اف يا اسطى وانا لسه واخد دش في العيد. فما تمثلش يا جماعه، لازم تقولوا على نفسنا احنا اف وانت اف. انتوا بتتجاملوا من طوب الارض وبيجي لكم مجاملات من طوب الارض. اقل مني مش مشكله، انا حرامي كبير وانت حرامي صغير، انطر وانا موافق ان انا سيراميكا يفوت لي عادي، وبتعامل مع الدوري كده. خسرت بالتحكيم بطلع اصيح، بس في نفس الوقت عندي القناعه ان عادي يا جماعه، لان انا مسيري هاخد حاجه كده خليكم ترفصوا. هاخد حاجه بالتحكيم اخليكم ترفصوا عادي جدا، انا رفصت فخليك ترفص قريب. تدوير بين الشناوي وشوبير، يعني الموضوع طبعا اتقفل بحتا واتقفل بحثا ومش عارف ايه، حصل له حاجه بحثا. اولا انا مش محتاج ان حسام يثبت لي ده في الماتشين ان شوبير حارس كاس العالم، لان هو لما لعب الماتش التاني بتاع اسبانيا كل الناس قالت ايه، خلاص رسمي شوبير هو حارس منتخب مصر في كاس العالم، لان ما اعتقدش ان دلوقتي شوبير يلعب ماتشين كبار زي السعوديه واسبانيا والنتائج والدنيا واداؤه يبقوا كويسين ويخرج بكلين شيت ماتشين. ده انت ترجع تقول لي تاني اي حارس تاني يقف، مش اصلا مش الشناوي، عواد، مش حتى عواد، صبحي، مش صبحي، المهدي سليمان، ولا واحد خلاص يقف على شوبير. خلصت كتجهيز على الاقل، خلاص هو كده ولاعب صغير ولاعب هو مش يعني خلاص في السن ده كده كبر خلاص بقى صغير يعني. شوبير تقريبا 26 سنه فخلاص ما بقاش صغير يعني. فخلاص يا جماعه احنا اصلا الموضوع ده حتى اللي بيتفتح فيه ان احنا تدوير بينهم تاني. انت متخيل؟ انا مستحيل تحصل من تورب ده. تورب ده انا طبعا اتوقع من تورب ده اي حاجه، لان باين عليه انه خبيث قوي وجاي يعملنا بخبث وجاي يعملنا بلا مبالاه، ولا عايز يضرب. هو جه خد سبوبه وعمل علينا مصلحه، ما تعرفش الموضوع اصلا بدايته كانت ايه اصلا، بس هو جاي يعمل علينا مصلحه خلاص. هشارك لكم كاموش عشان يشارك، عشان الشرط الجزائي بتاع ناديه يتفعل مش عارف ايه، ده وارد انه يعمل كده. كاموش انت مخرجه، هاجي اخليه يشارك، مش هنمشيه، لا مش هنمشيه هيكمل. فده في خازوق هيلبسه مع وكيل اعماله اللي هو العربي ده، هيلبسنا في حوار كده كده يعني. وانا مش واثق خالص في تورو بدن، تورو ده يجيب دوري وفرقه من غير مدرب برضه صعبه يعني، برضه صعبه يعني فرقه من غير مدرب وانت ما عندكش مدرب، فاقنعني انك هتاخد الدوري. الله اعلم بالاعداد اللي هم بيقولوا. المهم التدوير بين شوبير لو حصلت، هو كده الراجل ده ما عندوش شخصيه، عادي انا ده اتوقع اي حاجه. هو ما عندوش شخصيه، وارد ان محمد الشناوي يقف. وانا مش عارف قلقان على الواد شوبير ليه يا جماعه، مش عارف. حاسس الواد ده هياخد عين، حاسه ولا بعد الشر عليه هيتصاب يعني، بعد الشر انا مش عايز حتى اقولها، لكن الواد ده انا حاسه هيتحسد ومش هيشارك في كاس العالم بالهوجه اللي عليه دي. ربنا يستر عليه طبعا شوبير، انا نفسي، بس الواد ده هيتفقع عين شوبير ده مش هيشارك في كاس العالم. الله اعلم، ربنا يستر من ما انا وحش يعني، ممكن اكون وحش، بس انا حاسس من العين اللي عليه دي شامم ريحه ان الواد ده ما اعرفش. بس يعني اتمنى ان شوبير هو اللي يبقى حارس كاس العالم، وما تجيش تقولوا لي تاني بقى تدوير في الدوري في ماتشات الدوري اللي جايه سيراميكا والكلام ده، نرجع للتدوير تاني. عيب، يبقى عيب في حقنا احنا كاهلاويه ان احنا قاعدين ملناش راي ولا عارفين نسيطر احنا حتى على الفرقه، ان احنا يا جماعه حارس كويس. هيحصل هوجه جامده على الاداره قبل المدرب، انتوا اداره ضعيفه انكم قعدتوا لي ده ورجع يعمل لي تدوير تاني. حتى لو الشناوي تالق يا جماعه هندعمه طبعا لو وقف كده كده، لانه واقف للنادي الاهلي. لكن بقى في نظره عشان لما يغلط ما تحملوش الدنيا وتحملوه ضغط وتحملوا فرقه ضغط ويرجعوا يعملوا ايه؟ ادعم. حاضر حاضر. تقعد معصبني كل مره وجالي الهس، وانا المفروض ان انا بعد كل ماتش لا 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 يا شناوي، لا لا يا خطيب يا حبيبي، مش هعمل كده خالص. ما تغزونيش وتقولوا لي ادعم النادي، داعمينه لو درجه 7. الخضري وهاني، التجديد لشوبير بس دي نقطه مهمه عشان نقفل قصه شوبير. واقعدوا بقى مع شوبير بقى، مش نقعد مع شوبير ولا ايه؟ نقعد معاه ولا مستنيين برضه؟ خلاص احنا ضامنين ان بابا شوبير اهلاوي جدا،
وبيعشق كابتن محمود، وشوبير مصطفى نفسه بيعشقنا، فاحنا مستسهلين الموضوع، فكده كده شوبير قاعد معانا. فبدل ما يجي له عرض الفالنسيا البلح، هيجي له عرض الفالنسيا البلح، هيجي له عرض هيمشي ويطير. انا اسف سوري، احاول في مونتاج والله ما اقصد يعني. ها، ابوس ايدك قبل ما يجي له عرض يمشي، يجي له من مالجا، ولا يجي له من اوساسونا، ولا من يجي له من ديبورتيفو لاكرونيا، ولا الانديه اللي في الضيق، يجي له هيمشي. الحقوه قبل ما يجي في الاخر يجي يمشي، واحنا نبقى قاعدين ايه، مصلحته اهم. اللعبه كلها مشيت وسابتني فاهم، وفي الاخر برضو في حاجات من اللي بتتقال. عوده اكرم، عوده حمدي، عوده الدبيس، عوده عمر كمال. يا اخي الناس اللي من النوعيه دي بشوفها انها يعني راسها عامله زي عود الكبريت قد كده يعني. اللعيبه اللي كانت طلعت عيني وادائها ما كانش عاجبني، عايزينهم يرجعوا ليه؟ اللي سابوني يروحوا عشان الفلوس، عايزينهم يرجعوا ليه؟ مش عمر كمال والدبيز، عمال بس عشان سابتني عشان الفلوس. ها، وادائهم ما كناش طايقينه يعني، ولا حمدي هيرجع يتالق وهيجي عندي يريح لي بقى. هم بره بيلعبوا فيه فلوس وما حدش سامع لهم حاجه، مع منتخب مصر عندهم الحين يجوا عندي يريحوا بقى، لعيبه عندها جد. انتوا هترجع لي اللعبه اللي كانت قرفاني تاني يا عم؟ انتوا ايه يا جدعان؟ مين دول اللي يرجعوا لي؟ يرجع لي اكرم، يرجع لي شاب يا عم، فيك في كواليتي معين يرجع تقبله. منعم ان شاء الله الاصابه ما تكونش اثرت عليه، ده يرجع. لما مثلا تقول لي وسام ابو علي بعد اللي عمله فيا يرجع، لكن عادي يا سيدي، هاته يا سيدي. انا عندي مبدا حسام البدري، عايز تجيب وسام هات وسام يلا. ده بقى ومشي ولو دراعي ما يلوي، ما يلوي. هو يعني هيرجع؟ اصله جاب شقه والحوارات والهري اللي بيحصل علينا احنا بس، والناحيه التانيه زمالك وبيراميدز ما حدش سامع عنهم حاجه خالص. والناس عندهم بيطبلوا، لجانهم بيطبلوا، الناس حبايبهم بيطبلوا، وطبعا قريبين من بعض. الا احنا هنا تلاقي كلنا قاعدين عمالين نطلع اخبار النادي، وفي الاخر بقى لما تيجي تنتقد اللعيبه، ادعم النادي يا جت ايه؟ يلا انت ما اتربيتش في الثالثه شمال؟ انت ما عدتش من الاي 11؟ ما عدتش من جنب الاي 11؟ انت مش راجل يلا. اول ناس حاجه لا لا زي. انا بشوف حاجات كده بقول يا لحد، يا ريته ما كانش في الميديا، كان عبر اكتر من كده براحته يعني. المهم جددوا الشوبير قبل ما يجي يمشي، عشان في الاخر ما تقولوليش مش عارف ايه. طيب اليو ديونج مشي مع السلامه. هيمشي اليو ديونج، اليو ديونج مش هيمشي يعني. بص اليو ديونج انا بحبه جدا، وكان نفسي طبعا لما شفته في كاس العالم قلت لازم الراجل ده يقعد ويجدد. لكن مع الوقت بنبتدي نكتشف ان هو راجل يعني. انا طبعا مش عايز اتكلم عن ديونج، لان ديونج لعيب قوي قوي، لعيب تقيل قوي، ولعيب مهم جدا جدا، بس ده مش المحترف اللي ما بيستمرش، وده مش اللي باله مش فيا. ديونج خلاص عايز فلوس، ديونج خلاص هو شاف ان مستواه، وطبعا فالنسيا اكيد نادي كبير وكل حاجه، بس هو خلاص الراجل عايز فلوس. الراجل ما عندوش استمراريه في مستواه معانا. تشوف ماتش ديونج عالمي جدا، فنطير بيه السما ولازم يتجدد له، ويقعد 10 ماتشات ما بتشوفوش، تشوفه شوط ما تشوفوش ماتش، تشوفه في ماتش الترجي ممتاز وسوبر. ايه الحلاوه دي الشوط الاولاني. هاجي الاقيه بعد ما يرجع بقيه ماتشات الدوري ضايع، هلاقيه في ماتش الدوري كويس، هلاقيه 3 ماتشات ضايع. فانا ده لاعب، ده مش محترف. المحترف اللي يبقى زي اسامه ابو علي، المحترف اللي يبقى زي علي معلول، ده المحترف اللي اقدر اقول عليه ده محترف انا دافع فيه فلوس اجيبه من بره، عشان مختلف عن كواليتي اللاعب المصري. انما ديونج لعب قوي، لعب كويس، ولعب فعلا. انا زعلان ان هو مش، انا بحبه اصلا كده كده ديونج، لكن زيه زي مروان، زيه زي لو انت لو جبت مهند لاشين كنت جبته، كان افضل منه. لو كنت جبت حامد حمدان مثلا مش هيتحسب محترف. ده اللي انا اقدر اقول لك على لعيب كويس، واهم حاجه عندي الاستمراريه، ودي اصلا مش موجوده في الجيل ده كله. طبعا ديونج مش هقعد اتحايل عليه في ان هو مشي، ربنا يوفقه. المفروض اللعبه اللي مشيت دي يا جماعه، انا والله ولا ماسك في النادي ولا اقول مصلحتي وديونج، لا والله لا جمده ما يلعب يا جماعه. طبعا عارف ان الكلام ده، اصل الفيفا بيقول الحاجات دي اللي ده بقت دخيله علينا في كره القدم، لك دخيله انا، لك تقبرني يا قبضاي. فانا ده بقى دخيله انا عليا. ما يقعد يا عم خلاص، لاعب لو دراع عايز يمشي، اصل هو ده الاحتراف وبتاع احتراف، ماشي يا عم الاحتراف. الخضري وهاني دي حته كده على جنب. طبعا احمد الخضري كتب بوست عن محمد هاني، بيقول بقى وصلنا ان كابتن محمد هاني يبقى هو كابتن المنتخب، حاجه كده. طبعا اللي هجيب لك السكرينه ولا هقول ولا اهتم بالكلام ده حتى بقى، انا اسف مع احترامي استاذ الخضر يعني، خالص مش ههتم ابدا ان ادور على السكرينه وافتكر كلامي عشان اطلع اقول، عشان ما ينفعش اطلع اقول كلامي مش مظبوط. ما معنى البتاع اللي الناس كلها السكرينه او التويته او البوست اللي كتبه ان هو على اخر الزمن محمد هاني يبقى كابتن منتخب مصر؟ مش زعلان من الخضري. اسلام ده قال على كابتن ناديك كده ما يشغلنيش. ليه يا اسلام ما يشغلكش؟ لانه بيقعد مع استاذ ابراهيم المنيسي بقى. ما بيقعد معايا بالصحاب، وبيقعد قدام الاهلاويه في القهوه. لا اله الا الله، فان لم تستحي فافعل ما شئت. انت بتقعد مع الاهلاويه بتطلع تقطع في النادي الاهلي، وتقول اخبار على النادي الاهلي، وتقول على الخطيب، وتقول على اللعيبه. الخضري وغيره
طارق السيد بيعمل نفس الكلام، رضا عبد العال بيعمل نفس الكلام. هات لي واحد ما بيعملش نفس الكلام، ان هو يفضل يطلع على السوشيال ميديا وعلى بوستاته يقطع في الاهلي ويقطع في الخطيب ويقطع في الفرقه ويقل من الفرقه دي، مثلا بينتقد فنقول حقه، بيقل بقى من الفرقه بجد، وبيقعد قدامه اهلاويه يجيبوا سيره صناع المحتوى بتوع النادي الاهلي السوشيال ميديا. يعني يبقى الراجل قاعد قدامه مثلا طارق السيد والخضري ومش فاهم واحد تاني مثلا برضه من اللي بيكتبوا بوستات قاعدين قدامه، ومش في القهوه بس، في اي برنامج يبقى قاعدين قدامه من الناس اللي بتقطع في الاهلي. لكن اول ما تيجي بقى سيره الاهلي المفروض بقى يقول ايه؟ لا احنا لازم نرد على الزملكاويه دول اللي بيتكلموا على النادي الاهلي وعلى محمد هاني كده وعلى النادي الاهلي كده وعلى طارق سيد لما طلع من عربيته ومش عارف قال زي ما بيسرقوا مننا كل حاجه. مش هنطلع نرد على دول، هنرد على العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بينتقدونا عشان انتوا غلاويه متغاظين انهم بقوا اقوى منكم واقوى من البرامج اللي انتوا بتقعدوا عليها. السوشيال ميديا اقوى من البرامج اللي انتوا بتقعدوا عليها ايا كان قوتها، ده برنامج تلفزيوني مصروف عليه واعداد وقصه ومذيعين وبتاع، بكاميرا موبايل اللي بتبقى مجننه الناس الحمد لله واصلين لقلوب الناس. فتطلعوا ما تهاجموش، هاجي لك لحته تاني، فتطلعوا ما تتكلموش على اللي قاعدين بينتقدوا الاهلي. لا، السوشيال ميديا بتاعت الاهلي لازم تدعم، يا اما ما تستظرفش وما تتريقش. طب اللي بينتقدوا بقى الاهلي صريحه قدام دول صحابنا والسبوبه والضيعه، ابراهيم مش هيجيبنا تاني يا عم. يا عم مش هنطلع في البرامج تاني يا عم، تسيبهم بيغلطوا في الاهلي. ايوه طب احنا ما بنغلطش، احنا بننتقد، انت شعب بنغير على الاهلي بقى، انت مهرج وبتطلع تهرج، انت وغيرك بتطلعوا تنتقدوا مجد حاد، انما دول بيجوا يقعدوا معانا على القهوه سبت وحاد. معلش. الخضر يهاجم هاني، ما يهاجم هاني، ما هو هاني نفسه بيطلع ما بيجيبش سيره الخضر والناس اللي بتهاجمه، بيجيب سيره اسلام مهدي والناس اللي بتنتقد، اللي ماسكه موبايل ما يسيبش شورت. يعني انت مش عايز تدافع عن اللاعب عندك؟ لا طبعا ادافع عن اللاعب عندي، بس انا عندي شقين في الدفاع. اولا انت كلاعب لازم تراعي جمهورك، ما تفضلش تنتقد عشان تلاقي حد يقف جنبك كلاعب، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي عمله الخضري هو حاجه بسيطه في بحر اللي بيقولوا على الاهلي في مجلته. انت كنت بتتابع مجله الزمالك؟ انا معايا مجلات الزمالك دي من سنه 2000 برضه. مجله الزمالك دي قعدت بتاع 6 سنين اجيبها لحد مثلا 2006. بعد كده بقى ابتديت مثلا اجيب عدد كل سنه، عددين كل سنه، ما بقتش اهتم ان انا اجيبها. لكن عندي بتاع 6 سنين مجله الزمالك بقى، كنت بشوف احمد الخضري بيكتب على الاهلي يعني من غسيل ومكوى يا حرام الموسم اللي قبل السته العنوان. فانا عارف هو بيكتب ايه، فكل ده كلام زمان. هو دلوقتي طلع على محمد هاني هنا، هيطلع كام يوم مع القهوه، كام يوم يعني وهيستضيفوه تاني. يعني ما استاذ ابراهيم المنيسي ياخد حقك يا اسطى، ما كابتن بركات ياخد حقك حبيبي، كابتن بركات واخويا، ما كابتن سيد برضه حبيبي واخويا، الناس دي حبايبي يعني وبيتفرجوا على البرنامج، ما ياخدوا حقنا من الخضري وقاعد. ما كابتن وليد سليمان ياخد حقنا، ما اي حد من الناحيه التانيه الاهلاويه، مثلا لو بيطلع شادي، ولو بيطلع مثلا احمد ثابت، ولو يطلع مثلا مين تاني بيطلع فارس، ولو بيطلع مين تاني مثلا اهلاويه بيطلعوا، يعني مش فاكر اللي موجودين، ما ياخدوا حقي منه. بس هو الخضري ما بيطلعش مع اليوتيوبر ساعات، يعني بيطلع مع الصحفيين. ده ناخد حقنا منه يا جماعه، نقول له عيب انك تقول على هاني كده. فانا ما بدافعش على حد، في الاخر الاهلاويه اللي هم الاهلاويه بتاعوا يروحوا يقعدوا معاهم، فعادي يا جماعه براحتهم ينتقدوا يقولوا اللي يقولوه. انا ادفع عن محمد هاني، ده راجل كابتن منتخب مصر، ما تبصش على الحاجات دي يا هاني، انت بتبص على الناس اللي بتنتقدوك بس، ما تبصش على الحاجات دي يا هاني. هو تلاقي هاني مش في باله او كده الموضوع وصل له، لكن الحاجات دي يعني هاني المفروض اكيد هاني ما يهتمش بكلام الاستاذ الخضري اولا، زي مش هيهتم بالكلام ده. ان هو كابتن منتخب مصر محمد هاني، ايوه عايز ايه يعني؟ ما كان كابتن مصر محمد صلاح تقدر تجيب سيرته؟ لا طبعا. ما اعرفش ليه يا جماعه الناس بتخاف تنتقد صلاح دي. يعني صلاح الكابتن، ما ده صلاح مبلطك في الكابتن على احمد فتحي يعني. سمعنا الخضري بيتكلم ولا بتاع البوتاجازات حتى، مش الخضري بس، ولا بتاع البطاطس المحمره، مش بقى اهو، ما حدش يتكلم خالص. فاللي يقولوا الاستاذ احمد الخضري يقول هو براحته، هو راجل محترم، احنا بنتكلم عليه كوره، يقول اللي هو عايزه، يقول اللي هو عايزه، يعني ما عادي، ايه المشكله يعني؟ ما يقول اللي هو عايزه في حق هاني، عادي. في الاخر يطلع منه اللي غلطان اكيد انا يعني، فاهم؟ بعد كل القصه مثلا هتلاقي القصه كلها خلصت عليه بتاعت هاني دي، اسلام مهدي ده هو اللي غلطان. اه والله ممكن تلاقي كده فعلا. يعني يا جماعه اللعيبه انها يتقال عليها ان هو كان محمد صلاح كان كابتن، ما حدش طلع انتقد محمد صلاح لما خدها من احمد فتحي. ما تقدرش تجيبوا محمد صلاح. لكن هاني هفضل اقولها لكم، بتجيبوا سيره الاهلي وبتيجوا على الاهلاويه، عارف ليه؟ لان انتوا عارفين الاهلاويه دلوقتي مفككين، هتروح تنتقد الخطيب حتى لو انت زملكاوي هتلاقي ناس ما بتحبكش، ما بتحبش الخطيب هتبقى معاك. هتلاقي تنتقد اللعيبه، هتلاقي ناس ما بتحبش اللعيبه هتلاقيها واقفه في صف الزملكاوي ده، مش الخضر اي حد. هتلاقي مثلا حد ما بيحبش فلان من المدرب، فهتلاقي ليه ناس بتكره المدرب. لكن احنا ما عندناش حته ايه، احنا لازم نبقى مع الاهلي يا جماعه، احنا لازم نبقى في صف النادي. لما ينتقدوا حد غريب زي ما دايما نقول انا نادي على ابني اكره اللي يقول امين، دي مش موجوده برضو عندنا مؤخرا، ان احنا نبقى في صف النادي حتى. لكن عارف ليه؟
لان الناس من النادي هم اللي اصلا شايفيننا وحشين. خلي بالك ده برضه حاجه كبيره، الحته اللي احنا بعدنا عن بعض دي ده منها دلوقتي. انما هاني يعني كابتن منتخب مصر وله كل احترامه انه يبقى كابتن منتخب مصر طبعا، و... ولاعب قديم ايا كان خلافنا عن هو لاعب مؤدب ولاعب قديم في المنتخب، يبقى هو الكابتن. انما انت صلاح ما تقدرش تنطق عليه كده. والاستاذ احمد خضر راجل محترم، واصحابه طبعا الاهلاويه اللي عندنا راجل محترم وراجل جميل ولذيذ وكل حاجه، بس كاره للاهلي وما بيحبش الاهلي. اي حاجه عنده في الاهلي هو بيتضايق منها. مليون حاجه عمال يقولها عن النادي، بيقولوا حاجه عن النادي في الاخر بيطلعوا في البرامج تبتسموا لهم. فانا عن نفسي بالنسبه لي المواضيع دي، انا بالنسبه لي حلوها انتوا كاهلاويه بتطلعوا في البرامج. انا لو بطلع في برامج بقولها لك، وقابلت استاذ احمد الخضري وش لوش هطلع اقول له كده، اقول له انتوا كارهين للاهلي بتيجوا هنا في البرنامج مع ابراهيم بتبقوا قاعدين مؤدبين قوي يا جماعه في البرنامج. بجد والله بشوفهم قاعدين مؤدبين، يجي عليهم الدوسه ابراهيم يسلم عليهم حبيبي هديك في وشك، فيبص له كده يقول له ايه يا كابتن، ايه الدنيا اخبارك ايه اللي كتمنص ماشي ابراهيم ما تعرجنيش، تحس انهم قاعدين يا جماعه في فرح كلنا مؤدبين. ايه ده؟ ايوه يا ابراهيم حبيبي، وحشني جدا يا هيم، وحشني والله العظيم. مفتقدينك يا ابراهيم، او مفتقدين الجو الجامد هنا في القهوه بجد. احساس شعور جميل لما نرجع تاني. مؤدب جميل كيوت اهو زي القمر اهو، يطلع بس على اليوتيوب. اللي بياخدوا مننا البطولات مش كفايه سرقتوا مننا البطولات، يا طلبه الحقني يا طلبه. الاهلي يا هاني كابتن يطلع بقى، عارف لو عارف هو الشخص لو سالته على هاني على الهوا مثلا تقول له ايه، استاذ احمد او استاذ محمد اي حد، ممكن تقول لي رايك في محمد هاني؟ يقول لك بجد محمد هاني على الهوا بقى خلاص عشان في فاصل تيريرين تين تيريرين اللي هي موسيقى الفاصل بتاعت ابراهيم. فيسالوه بقى ايه، والسندوتش جاله من عم حسن وعم احمد حبايبي اللي نفسي اروح اكل بس سندوتش، عمري ما هروح، ما تقولوليش ما تفكوش نبع وكا اتقال لي ما رحتش مش اسمع بقى عشان مرضي ممكن يطلع دلوقتي تقريبا الحبايه اتاخرت عليها. المهم لو طلع هو الاستاذ اي استاذ على اليوتيوب خاربها، اول ما يطلع بقى في البرنامج نفس الناحيه الثانيه برضه في ناس الناحيه الثانيه مؤامره والزمالك فيه وعليه، اول ما يطلعوا يبتدوا يسالوه على محمد هاني مثلا. محمد هاني انا مثلا لو طلعت بقى النفاق اللي عندي ده مثلا، فمحمد ابقى بشتمه على اليوتيوب مثلا، لكن اول ما اطلع محمد هاني، محمد هاني انا جوز اختي ده، انا لو عندي بنت كنت اديتها له. ها محمد ده، محمد ده احسن اخوات. اول ما اطلع على اليوتيوب يا دي يا هاني انت الكابتن ها 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 ها. تخيل، عشان كده انا اللي زي عمره ما يطلع في التلفزيون. لو طلعت هبقى منافق. انا لو طلعت في اي برنامج اعرف ان انا اسلام المنافق. اسلام بدل ما تطلع ونقطع لك الفيديو ده قطعه، لان تبقى حقيقه، لان مش هقدر اقول اللي بقوله هنا هناك. لان التلفزيون اكيد ليه برضه انا عارف ليه هدوء، اللي بدخل البيوت بقى الناس دي حاجه خاصه، بيدخل على الناس اللي بتحبني. انا رغاي قوي، انا عايز اقفل، انا ليه بقى انت فتحت في هاريه زي دي؟ لو في حاجه مهمه هتكلم عليها بعدين هتكلم، انما انا دلوقتي اهو هبهر يدخل في قصه شخصيه. الناس اللي بيطلعوا يدافعوا عن النادي الاهلي احسن مع الخضره مع الناس دي، ويا ريت تبقوا زي على اليوتيوب في التلفزيون. لكن احنا نخاف اليوتيوب كده كده بيقول احنا عايزينك التلفزيون المام يروح مننا والشهره والشو، وبرنامج كبير زي برنامج ابراهيم نتحرم من القعده على الكرسي ونتحرم من طعميه عم حسن واحمد. ان شاء الله لو في حاجه مهمه نتكلم فيها عشان ما اطولش معاك في الحلقه. شوف وشك على خير ان شاء الله. لو في الحدث الايام اللي جايه مفيش، يبقى اكيد هنلتقي على ماتش الاهلي وسيراميكا. لكن ان شاء الله برضه اديك حلقه في النص كده، ممكن تبقى ليله مباراه الاهلي وسيراميكا، ممكن بس مش مستاهله ليله مباراه، لان انا مش فاهم حاجه بصراحه عشان اتكلم في ليله مباراه. واللي عايز اقوله قبل الحلقه قلته، فممكن لو في حاجه مهمه. انا وحش في الرغي، بقول لك ايه، فرقه 30 فرقه كام، فرقه 39. اللي عايز يمشي يقفل يا جماعه. في فرقه بحبايبي اصحابي اللي بيكتبوا لي في الكومنت، انا مكمل معاك للوقت، دول حبايبي اخويا والله العظيم يا ابني انك قاعد معايا كل ده ومستحمل اللي انا بقوله ده كله والرغي ده كله. اشوفه على خير، اشوفه على خير وشك اشوفه على خير، اشوف وشكوا على خير.